بيرتا بنز أول من قادت سيارة لمسافة طويلة في التاريخ. سنة 1888 قادت بيرتا بنز أول سيارة في قرية ألمانية صغيرة اسمها فايسلوك تابعة لمدينة بادان في ألمانيا. رأى الناس مشهدا غريبا، امرأة ترتدي زيا أسودا وتركب عربة يجرها حصان مع طفليها. لكن ما فاجأهم هو شيء آخر، لم تكن هناك خيول أمام العربة، عربة تجرها الخيول بدون خيول. صدم الناس واتجه الراهب إلى كنيسة القرية لقرع جرسها، وجمع القس الناس لمواجهة الساحرة. فجأة توقفت العربة ونزلت منها امرأة، وفحصت العربة وسارت نحو أقرب مستشفى ثم إلى أقرب صيدلية مجاورة، وطلبت من الصيدلية 10 لتر من الليغروين لتعبئة خزان عربتها. وترجع قصة بيرتا بنز التي توفيت سنة 1944 حيث دعمت خطيبها المتعثر ماليا كارل، وقدمت له الأموال اللازمة لمواصلة مشروع ورشته الميكانيكية قبل أن يتزوج سنة 1872، وهو ما مهد لاحقا لبنز التي تعد نواة شركة مرسيدس الحالية أن يبتكر سيارة تسير بمحرك ودون الحاجة إلى الخيول لتدفعها. وظهر مشروع السيارة الميكانيكية الأولى من نوعها سنة 1885، إلا أن خوفه من قيصر ألمانيا الذي حظر ابتكار عربات عكس ما يركبه القيصر العاشق للخيول دفع كارل إلى إخفاء ابتكاره لأكثر من عام داخل جراج مغلق، إلى أن قررت زوجته بيرتا في الأول من سنة 1888 فتح الجراج دون علم زوجها وقيادة السيارة بنفسها في رحلة امتدت لمسافة 106 كيلومتر ما بين مدينتي مانهايم وبفورستهايم، لتصبح بذلك أول امرأة تاريخيا تقود سيارة. يبدو أن هذه الرحلة لم تخل من المشاكل بعد أن واجهت خلال قيادتها ضعفا في قدرات محرك السيارة، الأمر الذي دفعها إلى التوجه لإحدى الصيدليات وشراء مواد محفزة لاحتراق الوقود، وهذه المادة خليط من هيدروكربون متطاير يتم الحصول عليه من البترول ويستخدم كمذيب. وبالتالي استطاعت بيرتا زيادة قدرة المحرك، ولكن اعترضتها مشكلة أخرى، لأن هذه الزيادة في قوة المحرك انعكست سلبا على تهالك سريع للمكابح، مما دفعها للتوجه إلى أحد الحدادين وطلبت منه صناعة بطانة جديدة للفرامل بجانب اعتماد مقبض طويل لزراع المكابح. واتبعت بيرتا بذلك بالاعتماد على مشبك شعرها الطويل لتنظيف أنابيب الوقود المسدودة. كما استخدمت بيرتا جواربها النسائية بهدف ربط وعزل الأسلاك الكهربائية. وعند بلوغها وجهتها أرسلت برقية لزوجها بأنها قادت السيارة لزيارة والدتها وأنها عائدة إلى مانهايم في اليوم التالي. في الحقيقة عززت شجاعة الزوجة وتقديم خبرات الرحلة الأولى في كسر حاجز الخوف لدى زوجها كارل بنز، وبدأ استئناف عمله وبدأ في إدخال تحسينات عديدة على مشروعه.